عليكم، انا انس خالد. حلقه النهارده بعنوان افشل 10 افلام مصريه في 2023 من حيث الايرادات. اظن مش محتاج اوضح ان كلمه افشل لا تعني ان الفيلم سيء، لا تعني اي حاجه للفيلم اصلا. هي بتدل على ان الفيلم دوت محققش ايرادات، او بالبلدي الفيلم ده من اقل الافلام اللي حققت ايرادات في السينما المصريه السنه دي فقط لا غير. نروح للمرتبه العاشره، فيلم اتنين للإيجار، واللي جمع إيرادات تقدر ب1,837,350 جنيه. فصراحة ده مؤشر بيقول إن السنة دي ينزل 43 فيلم، أقل 10 أفلام إيرادات في المركز العاشر محقق إيرادات قرابة ال2 مليون. ده رقم حلو صراحة، ما توقعتهاش خالص وأنا بكتب السكريبت. ونروح للمركز التاسع، فيلم البطة الصفراء، واللي جمع إيرادات تقدر ب1,371,650 جنيه، واللي بالنسبة لي هو أكبر مفاجأة في الحلقة دي كلها. ونروح للمركز الثامن، فيلم ساعة إجابة، واللي جمع إيرادات تقدر ب1,366,978 جنيه. ونروح للمركز السابع، فيلم سنة أولى خطف، واللي جمع إيرادات تقدر ب1,015,132 جنيه. نروح للمركز السادس، فيلم خمس جولات، واللي جمع إيرادات تقدر ب489,082 جنيه. ونروح للمركز الخامس، فيلم دولارات، واللي جمع إيرادات تقدر ب364,138 جنيه. نروح للمركز الرابع، فيلم مندوب مبيعات، واللي جمع إيرادات تقدر ب216,212 جنيه. ونروح للمركز الثالث، فيلم شمس، واللي جمع إيرادات تقدر ب196,877 جنيه. ونروح للمركز الثاني، فيلم الصف الأخير، واللي جمع إيرادات تقدر ب111,409 جنيه. ونروح للمركز الأول، في المركز الأول وأقل فيلم حقق إيرادات في السينما المصرية في 2023 هو فيلم الحب في تفاصيله، واللي جمع 45,184 جنيه فقط لا غير. ودلوقتي مع سؤال الحلقة، وسؤال الحلقة إيه أكتر فيلم شايفه مظلوم في القايمة دي، أو بالبلدي إيه أكتر فيلم شايفه إن هو ما كانش يستحق يبقى موجود في القايمة دي؟ أنا بالنسبة لي فيلم البطة الصفراء. يا جدعان ده من أفضل 5 أفلام نزلت السنة دي بالنسبة لي، كون هو موجود في القايمه دي زعلت الصراحه. والشيء الايجابي بالنسبه لي في القايمه ان القايمه لا القايمه فيها كذا فيلم محقق اكتر من مليون. القايمه كل الافلام فوق ال100,000 او كلهم فوق ال200,000 باستثناء فيلمين مثلا. فده نوعا ما مؤشر كويس. وكون ينزل 43 فيلم غالبا كده اكتر من 35 فيلم محققين فوق المليون، ده رقم حلو جدا كايرادات. وبس كده، لا غير الحلقه ان شاء الله يكون الاشتراك، وسلام.